عارف انت محبط ليه؟ لان انت ما انتش شايف غير اللي انت عايز تشوفه، شايف مشاكل وشايف ضغوط وشايف طريق ضلمه انت ماشي فيه وانت شايف ده بس، ما انتش شايف حاجات تانية، ما انتش شايف ربنا بعد عنك ايه كان ممكن يأذيك، ما انتش شايف حجم الستر ربنا اداهولك في حياتك، ما انتش شايف الفرص اللي انت شايفها ضاعت لو كنت دخلت فيها كانت ممكن تكون موجعه ليك قد ايه، ما انتش شايف حجم كرم ربنا اللي مديهولك وانت ما انتش واخد بالك، في حاجات بتترتب وانت ما انتش شايفها، في كرم وجبر ربنا مديهولك في تفاصيل حكايتك لسه ما بنتش. بص بعين كبيره عن العين اللي انت بتبص فيه، بص لكام لحظه مرت عليك صعبه وربنا عداها، لكام حاجه كنت بتتمناها وربنا ادالك اضعافها، لكام حاجه ممكن تكون بتتعدلك وقدام ربنا هيكرمك بفرحه وجبر خاطر وايام تتحكى للناس عن قد ايه ان ربنا كريم معاك. ما تبصش بعينك، الطريق اللي انت ماشي فيه ضلمه نهايته نور، الايام اللي بتعدي عليك وصعبه اخرها فرج. هو ده الجبر اللي ربنا سبحانه وتعالى وعدنا بيه، وعدنا لكل بني ادم صابر، وعدنا لكل بني ادم عنده حسن بربنا، وعدنا بكل بني ادم من جواه في صله مع ربنا، عارف ان نهايه كل رحله صعبه جبر في الاخر. انا عايزك تشوف بعين مختلفة عن عينك، عين يبقى فيها حسن ظن بكرم وفرج وجبر ربنا جاي، وساعتها مش هتبقى محبط، هتبقى داخل على الدنيا وفاتح صدرك وانت متأكد ان اللي جاي جبر، لان ربنا سبحانه وتعالى كريم قوي لكل عبد مشتاق.